طرد لعبد المنعم ده طبعا ما استفزه فخر الدين بن يوسف. انا بس في الفيديو ده حابب اطمنكم على رامي ربيعه، هو خلع في الكتف، يعني هيغيب المباراه الجايه واللي بعدها بالكتير يعني. وعمرو السوليه برضه هيبقى غايب عن مباراه فاركو. العضله الاماميه شد عليه شويه، فعشان كده مش هيبقى مع كولر في مباراه فاركو. وكمان حابب اطمنكم على عبد الله السعيد نجم منتخب مصر السابق وفريق بيراميدز. ان شاء الله باذن الله بفضل الله يعني عبد الله السعيد لن يصاب بقطع في الرباط الصليبي، هو عباره عن جزع. طبعا احنا ما بنحبش الاذى لاي لاعب مهما كان ومهما عمل، سواء مرض او اصابه او اي حاجه لا قدر الله شر، لان في الاخر احنا اخوات واحنا اولاد بلد واحده. وبرضه مهما حصل يعني ما نتمناش الشر لاي لاعب. ربنا يحمي جميع لاعبي الدوري المصري وجميع لاعبي كرة القدم وكل مصر يا رب، بحق جاي النبي يا رب، وحق هذه الايام المفترجه. ربنا يحمي كل مصر وشعبها. فعبد الله السعيد كان عنده جزع في الرباط الصليبي، يعني هيغيب حوالي من شهرين ل3 شهور. يعني نقدر نقول ان عبد الله السعيد الموسم بتاعه انتهى كده مع نادي بيراميدز في الموسم الحالي، يعني الموسم ده انتهى عند عبد الله السعيد، يعني هيغيب حوالي من شهرين ل3 شهور. يعني مفيش ماتشات في الكونفدراليه هيلعبها ولا في الدوري المصري هيلحق يلعب. بنتمنى من الله الشفاء لجميع اللاعبين وباذن الله يكون اخر اصابتهم. كولر هيعتمد في الماتش الجاي، ماتش فاركو، ماتش قوي جدا. طبعا فاركو فرقه قويه جدا جدا في هذه الاوقات، فازت اخر مبارياتها على نادي الاتحاد سيد البلد ب3 اهداف مقابل هدفين، وكان متفوق طول المباراه ب3-0. يعني هو نادي الاتحاد في الوقت بدل الضايع جاب جونين ورا بعض. فنادي فاركو نادي قوي جدا جدا، وطبعا كسبان نادي الزمالك 3-0، ففرقه مش سهله. فعشان كده كولر بيجهز كل الاوراق المتاحه. كان السوليه عليو ديانج، وممكن نشوف برينو سافي، وممكن نشوف احمد عبد القادر، وممكن نشوف خالد عبد الفتاح مكان هاني، وممكن برضه يلعب مكان رامي ربيعه. يعني هيبقى في بعض التغييرات في الفرقه، لكن برضه اكيد الاهلي بمن حضر، وان شاء الله باذن الله الاهلي يتخطى عقبه فاركو ويتربع على عرش القمه في الدوري بال3 نقط دول باذن الله. اما موضوع كهربا اللي مش هيدفع الغرامه لسه ومش هيتوقف، يعني كهربا لا توقف ولا هيدفع غرامه، يعني بمعنى صح كده موت يا حمار، موت يا حمار قبل ما يجي لك العليه. كهربا كانت نهايه المهله عشان يدفع الغرامه كانت امبارح. كهربا ما دفعش لسه الغرامه، وبالرغم من كده هيلعب وهيفضل يلعب لاخر الموسم بدون ما يدفع اي جنيه لنادي الزمالك. ده بيعلمهم الادب. كهربا عمل في نادي الزمالك اللي ما فيش حد، يعني نادي الدوله، يعتبر نادي الزمالك ده نادي الدوله،